من فترة مش بعيدة كان في مذيعة اسمها منى عراقي، كانت بتتكلم في مواضيع مثيرة للجدل، بس من أخطر المواضيع دي موضوع الإيدز وإزاي انتشر في اسكندرية. عملت لقاء مع واحد من المثليين، الواد كان بيتكلم بكل جراءة وبيقول لها إن إحنا في عمارة كاملة في اسكندرية عبارة عن رجالة متجوزة رجالة. كان بيتكلم بصراحة وبيقول لها مرض الإيدز منتشر جدا ما بينهم، لدرجة إن السليم لازم يعديه واحد من اللي مش سلام، بمعنى إن لو واحد سليم وواحد مش سليم، واحد حامل للمرض كان لازم يعمل علاقة مع السليم علشان يبقى مريض زيه. انتقام من الشخص، انتقام من المجتمع، علشان المجتمع رافض العلاقة دي. لفت في النظر في الموضوع ده البرنامج ده كان معمول من حوالي 5 سنين، ان العدد وقتها ما كانش قليل، كان فيهم اطفال شوارع وكان فيهم ناس اجتماعيا طبيعيين جدا. ممكن تلاقي شخص متجوز في نفس الوقت بيروح يعمل العلاقة دي في العمارة دي الاشخاص دول، والشخص ده برضه كان بيشتكي من ان هو مش عارف يتعايش في المجتمع، وكان زعلان ان المجتمع رافض العلاقة دي، لدرجة انه كان بيحاول يدور على شغل وما كانش يلاقي. في الاخر لقى وظيفة في مستشفى، وده اخطر من المرض نفسه. لما بيشتغل في مستشفى ممكن يلوث دم حد فينشر المرض اكتر. من 5 سنين والموضوع ده كان شغال. دلوقتي يا ترى وصل لحد فين؟ المرض ده اكيد انتشر بشكل مبالغ فيه، احنا ما نعرفش. ممكن المرض ده يتنقل من شخص لشخص عن طريق الحقن، ممكن عن طريق الحلاق او موس حلق بيه شخص مصاب وجه شخص تاني حلق بيه ينقل له المرض. طبعا للعلم هو مرض الايدز ملهوش اي علاج لحد دلوقتي، مرض مميت، ربنا يسترها على الجميع.